السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كفتة الرز بأسهل وأنجح طريقة. ازاي نضاعف الكمية من كيلو واحد من اللحمة؟ هنعمل حوالي 2 كيلو من الكفتة. هنعمل صينية الكنافة بالمكسرات بالقمر ده، وشوية فول بيتي بجد قشطة. انسي ان هو يسود منك. هنعمل كمان عصير كده منعش يرطب على قلبنا في الجو الحر ده. هنسمي الله، واول حاجه هنحضرها الشربات او السيرب. في حله او كسرولة هننزل بكوبايتين من السكر عليهم كوبايتين من الميه. اهم حاجه نفس الكوبايه اللي احنا عايرنا بيها السكر هي نفس الكوبايه اللي هنعاير بيها الميه. نزلت عليهم كمان بمعلقه كبيره من عسل الجلوكوز. رفعت الحله على نار متوسطه، هديها تقليبه كده، وبعد كده هبدا ان انا اسيبها بقى تاخد غلوة. أول ما تبدأ في الغليان هحسب كده من 10 ل 12 دقيقة بالظبط. وبعد كده هننزل بباكت من الفانيليا ونص عصرة ليمونة. أنا عايزة الشربات بتاعي يكون تقيل وبارد. معايا بقى نص كيلو من الكنافة دي يا بنات كانت عندي من شهر رمضان في الفريزر. طلعتها مجمدة بالشكل ده، وهبدأ إن أنا أفككها بإيديا. أو لو أنت حابة تضربيها في الكبة اديها ضربتين في الكبة زي ما أنت حابة. هنجيب الصينيه اللي هتدخل الفرن. هبدا ان انا احط معلقه كبيره كده من السمنه البلدي وهدهن الصينيه كلها بالشكل ده. هاخد كمان كده حوالي كوبايه في الطاسه دي واحطها على النار كده. انا عايزه السمنه بس يدوبك تسيح، مش عايزاها تسخن ولا حتى تبقى دافيه. هركنها على جنب، وبعد كده هاخد بقى الكنافه بتاعتي وابدا ان انا اوزعها في الصينيه بالشكل ده. انا هاخد 3/4 الكنافه احطها بالشكل دوت، وبعد كده هضغط عليها بقى. ممكن تضغطي عليها بصينيه اصغر منها، يعني صينيه تكون اصغر من المقاس اللي فيه الكنافه ده. تفردي كيس ثلاجه كده تكوني فاتحاه وتضغطي عليها بالصينيه. او حتى بكوبايه كده، قعر كوبايه، او بايديكي بكف ايديكي زي ما انا بعمل كده. بس اهم حاجه تضغطي عليها كويس جدا جدا، وكمان تاكدي على الحروف بتاعه الصينيه. تمام. بعد ما نضغط عليها كويس جدا، انا معايا بقى المكسرات، اي نوع مكسرات او اي حاجه انت عايزه تحشيها بقى. انا حطيت كده شويه فول سوداني على شويه زبيب على شويه جوز هند كانوا عندي برضو من رمضان. قلبتهم كده مع بعض وحط بقى الحشوه بتاعتي. وبعد كده هحط بقيه الكميه من الكنافه. هوزعها بالشكل ده. وبعد كده هبدأ ان انا اضغط عليها برضو بكف ايديا ضغطة كويسة جدا. في الوقت ده انا مولعة الفرن درجة حرارة 220. هنحط الكنافة بتاعتنا على الرف الاوسط، بعد طبعا ما نسقيها بالسمنة بتاعتنا اللي احنا مسيحينها. تمام. بضغط جامد جدا بالشكل ده، وبعد كده هبدأ ان انا اسقيها بقى بالسمنة كويس جدا بالشكل ده من الحروف، يعني ما تسيبيش ولا حتة كده مش متشربة من السمنة. زي ما قلت لكم الفرن مولعاه قبلها كده ب10 دقايق. الفرن ساخن، هحطها على الرف الاوسط درجه حراره 220. اول ما تبدا كده تاخد كده الكنافه، تسيب الصينيه كده ومن الحروف بتاعتها، والحروف بتاعت الصينيه تحمر بالشكل ده. هبدا ان انا اطفي من تحت واولع الشوايه بسيط جدا. شايفين الشربات تقيل كده وبرد معايا وبقى زي العسل بالشكل ده. طلعت الصينيه بتاعته وهي سخنه لسه طالعه من الفرن، هبدا ان انا ازقيها بالشربات البارد. تمام. هنبدأ بقى نقطعها، ودي تبقى احلى واجمل صينيه كنافه ممكن تاكليها، بجد تحفه. وكمان كده حسستنا بروايح شهر رمضان. ربنا يعوض عليكم بكل خير وسعاده يا حبايب قلبي. هنقطعها بقى وهتبقى كده اول وصفه معانا خلصت. تقطعها التقطيعه اللي انت عايزاها، عايزه تعملها مربعات مثلثات زي ما انت حابه. بجد تحفه. طالعه كده متماسكه وجميله جدا. هتحط عليها بقى شويه اي مكسرات، فول سوداني حتى انا حطيت كده شويه بندق كانوا عندي. جرشتهم كده او حطيتهم في كيس ودقيت عليهم وبعدين حطيتهم بالشكل ده، او فستق، اي نوع عندك مكسرات، او حتى فول سوداني. بجد تحفه. خلاص كده خلصنا اول وصفه بتاعتنا. تاني حاجه بقى يا بنات، انا معايا هنعمل الفول البلدي البيتي اللي هيوفر معاكي كتير جدا. بجد حاجه كده قمر، كل ما بيخلص لازم يكون عندي. انا معايا كيلو من الفول كنت غسلاه كويس جدا ومنقياه ومنقعاه في الميه من بالليل لحد الصبح. بدات ان انا صفيته وغسلته كويس من الميه. اول ما تمسكي كده الفوليه يعني تضغطي عليها تلاقي القشره اتفتحت كده، يعني الفوله بقت طريه معاكي بالشكل ده. هنزل عليهم بكوبايه من العدس وكوبايه من الرز المصري مغسولين كويس جدا طبعا ومنقياهم وغسلهم كويس جدا. ومعايا عصره ليمونتين وبحط القشر بتاعهم كمان. ومعايا نص معلقه من الكركم. ده كل اللي انا بحطه على الفول. هنزوده بايه بقى؟ ميه مغليه. ميه مغليه بس عشان تسرع عمليه التسويه، ممكن ميه عاديه خالص من الحنفيه برضو. بعد كده هنولع عليهم النار، هديهم تقليبه واولع النار كده على نار كده فوق المتوسطه.
اول ما يبدا كده ياخد غلوتين ويظهر ريم على الوش بالشكل ده، لان الفول طبعا من البقوليات، اي بقوليات يا بنات بتعمل ريم بالشكل ده، نبدا نشيله وبعدين هديله تقليبه، وبعدين هيبقى كده معايا ياخد غلوتين 3، هغطي عليه بقى وهنقله على نار واطيه جدا اصغر عين عندك. هتسيبيه بقى حوالي ساعه وهنبص عليه بعد كده عشان طبعا ما يتحرقش منك. معايا هنا يا بنات بقى كمان الخروب ده كان عندي من شهر رمضان، قلت بقى اخلص منه كمان بالمره. انا كل ما افتح درج كده الاقي حاجات كده باقيه عندي من شهر رمضان، اقول ايه عايزه اخلصها. انا هاخد الكميه كلها، نزلت عليها حوالي كوبايتين من السكر، السكر طبعا حسب الرغبه، وهبدا ان انا اكرمل السكر بالخروب بالشكل ده. في الوقت ده بقى هتشم ريحه الخروب طلعت كده والسكر اتكرمل وبقى حاجه كده قمر بالشكل ده. هنقلب لحد ما يدينا اللون البني الغامق والسكر يتكرمل كده مع الخروب وتشم الريحه الجميله بتاعه الخروب. في الوقت ده بقى هنبدا نزوده بميه مغليه حوالي لترين كده من الميه، هياخد غلوتين 3، وبعد كده برضو هبدأ ان انا ازوده كمان 2 لتر من المية، علشان طبعا هتلاقيه عقد كده وبقى تقيل مركز جدا بالشكل ده، شايفين لونه تقيل جدا. غليت كمان حوالي لترين من المية وحطيتهم عليه. بعد كده هياخد غلوتين 3 وهبدأ ان انا اشيله من على النار واسيبه يبرد تماما، وبعد ما يبرد احطه في التلاجة. هنا الفول يا بنات بعد ما فات حوالي ساعة على نار هادية جدا، انا نقلته على الناحية دي كده عشان تشوفوه. بصوا من تحت تحس ان هو فاتح عن الشوية اللي فوق دولت. شلت بس القشور بتاعة الليمون وهبدأ ان انا اديله تقليبة بالشكل ده. ما يهمكيش خالص خالص هو ليه بيسود من فوق او بيتغير لونه بسيط زي ما انتم شايفين من فوق، علشان الفول ده من القلويات، القلويات بتتأكسد مع الهواء، فاهميني؟ فعادي خالص زوديه بميه، لان طبعا الميه كانت قليله جدا، كانت تشرب كميه الميه. وهبدا ان انا ازوده كمان بعصير ليمونتين، وهبدا ان انا اغطيه واحطه على نار متوسطه يكمل التسويه بتاعته. بس اهم حاجه ما تفتحيش على الفول كتير. تمام. هنرجع له تاني وهوريكم لونه عامل ازاي. معايا بقى نص كيلو من الفول المصري غسلاه كويس جدا، وكنت فرداه كده على فوطه على ترابيزه السفره كده عندي او في المطبخ لحد ما نشف تماما، يعني نشف خالص من الميه بتاعته. هبدا ان انا اضربه حبه بحبه صغيرين كده في الكبه الصغيره اللي هي بتاعه الخلاط العادي اللي هو المونوليكس دوت، وبعد كده هبدا ان انا انخله. الباقي بقى اللي بيبقى في المصفى بحطه تاني في الكبه، وهبدا ان انا احط عليه شويه من الرز واضربه تاني. تمام. اهم حاجه بننخله بمصفى، مش بتنخليه بمنخل، علشان الرز طبعا بيبقى خشن، فما ينفعش ان انت تنخليه بمنخل، المنخل بيبقى ضيق جدا، فالمصفى عيونها واسعه فبتسهل عليكي ان هو يتنخل بالشكل ده. انا عملت كميه طبعا يا بنات عشان هاخد اللي انا محتاجاه، والباقي هحطه في كيس من بتاع التخزين، وهكتب عليه كده رز مطحون عشان يبقى عندي جاهز. معايا حزمتين من الكزبره، حزمتين من البقدونس، حزمه من الشبت، غسلاهم كويس جدا جدا بعد ما نقيتهم. هبدا ان انا اشيل بس الجذور اللي فوق دولت، وهبدا ان انا اقطعهم تقطيعه صغيره بالشكل ده. تمام. طبعا ما تكتريش الخضره، علشان الخضره الكتير في الكفته لما تيجي تحمريها بتخليها سودا، بتسود الكفته، بتخلي لونها مسود شويه. فانت ما تكتريش الخضره قوي زياده عن اللزوم عشان كمان لونها ما يبقاش اخضر قوي. تمام. معايا كمان بصلتين متوسطين، لو بصلايه كبيره يبقى حلو قوي، لو مش بصلايه كبيره بصلتين متوسطين بالشكل ده. هبدا ان انا اقطعهم تقطيع عشوائي، كل ده هتضرب في الكبه طبعا. وكمان يبقى احسن لو ريحت نفسك وخدت كل الحاجات دي وديتيها كده عند الجزار فرمتيها. حطيت كمان نص راس من التوم، نص راس كبيره كده حوالي 12 فص كبار من التوم. ومعايا كيلو من اللحمه المفرومه، كل طبق كده كان نص. هنحط قد ايه بقى من الرز المطحون؟ هحط كوبايتين من الكوبايات المعاييريه، الكوبايه بتاخد كده حوالي 5 معالق كبار هرميه من بتاعه الاكل. تمام. يعني كل كمية الرز اللي انا حطيتها حوالي 10 معالق كبار هرميين من بتاعة الاكل بتاعة الرز اللي بناكل بيها. بقيت الرز ده زي ما قلت لكم هحطه في كيس ثلاجة واحتفظ بيه، لان انا بستخدم الرز المطحون كتير. معايا بقى البهارات بتاعتي، معلقة من الكمون، معلقة من الكزبرة، معلقة من الفلفل الاسود، نص معلقة من جوز الطيب، وكمان معلقة من البهارات السبعة، ونص معلقة من بهارات الكفتة اللي هو الكيس اللي انا فاتحاه قدامكم ده، خدت منه حوالي نص معلقة كبيرة. هنقلب بقى كل ده مع بعضه. قلت لكم بقى احسن لو انت ريحتي نفسك كده، عشان الكبه دي كانت بتقف معايا كتير، يعني كل ما بتسخن الكبه دي بتقف طبيعي كده. التاتش دي نظامها ان هي كل ما بتسخن بتلاقي اوتوماتيك كده وقفت، لحد ما بتبرد بتشغليها تاني، فطبعا من وقت للتاني لازم تريحي الكبه بتاعتك. اديتهم تقليبه بسيطه كده، وبدات ان انا اخد جزء بسيط في الكبه وهبدا ان انا اضربه. على فكره هضرب اللحمه بتاعتي دي وشين يا بنات، يعني هعملها اول مره كده، وبعد كده هعيد عليها كمان مره عشان تبقى ناعمه معايا كده، ويبقى كله متجانس مع بعضه، والبصل ما يبقاش باين، والخضره وكله تبقى ايه ناعمه معايا كده وزي الفل. تمام.
هنضرب كده بالشكل ده، واهم حاجه نريح الكبه بتاعتنا من وقت للتاني. كده خلصت اول مره، بعد كده هردها مره تانية هعيد عليها. بوريكم بس الخروب هنا معايا كان يا بنات برد تماما ولونه كده مركز وقمر. هغطي عليه بقى واخده احطه في التلاجة لحد ما ابدا ان انا اخلص الفول وهبدا اخلص الكفته، هنرجع له تاني. بصوا هنا الفول يا بنات، شايفين الجمال؟ يعني هو ما اعتبرش اسود خالص معايا، يعني شايفين تحفه. هو بس حاجه بسيطه جدا زي ما انتم شايفين، بس زي الزبده. على فكره الفوله دي كمان كانت حمراء، يعني انا في الطبيعه كنت بجيب الفوله البيضه، يعني الفوله لو بيضه ما كانش كمان عملت كده. خلاص كده اخر حاجه خالص بعد ما استوى هحط عليه معلقتين او 3 معالق كبار كده هرميين من معلقتين ايه، ليمونتين كبار معصورين من عصير الليمون، وهغطي عليه وما تجيش جنبه خالص الا ما يبرد. اهم حاجه تحط على الوش كده ليمونتين 3 وتغطيه، وبعد ما يبرد تماما تيجي تفتحي عليه بقى عشان تحطيه في العلب بتاعتك. تمام. هنا الكفته عدت عليها للمره التانية زي ما انتم شايفين، ضربتها ضربه تانية وهبدا بقى نشتغل فيها. اهم حاجه يا بنات عشان الفول ما يسودش منك، بعد ما يستوى تماما وخلاص عرفت ان هو استوى، تحط على الوش عصره ليمونتين 3 وتغطيه وتسيبيه بقى لحد ما يبرد خالص خالص، ما تفتحيش عليه خالص. تمام، لحد ما تحطي ايديك على الحله كده تلاقي الحله بقت تلج، يعني مش دافيه خالص. هبدا بقى اجيب الصينيه اللي هصبع فيها الكفته بتاعتي وطبق كده فيه شويه من الزيت. هبدا ان انا امسح كده ايديا مسحه بسيطه جدا من الزيت، وهبدا ان انا اصبع الكفته بتاعتي بالشكل ده. تمام، هرصها طبعا في الصينيه دي هحطها في الفريزر مدة ساعتين 3، وبعد كده بقى عايزة بقى تحطهم في أكياس تلاجة، تحطهم في علب زي ما انت حابة، بس أهم حاجة بنرصها كده واحد جنب التاني كده وبحطه في الفريزر. طبعا الكمية بسم الله ما شاء الله هتعمل معايا حوالي 2 كيلو إلا شوية بسيطة جدا. شايفين؟ حاجه كده قمر. ممكن كمان تجيبي طبق، او بصي ده انا كنت بعمل كده في الطبق، نفس الطبق اللي انا كنت بعمل فيه، بتسهلي على ايدي على نفسك كده. بس وانتي بتعمليها على ايديكي، كف ايديكي من جوه عشان الصوابع بتتعلم في الكفته. تمام، او على طبق، يعني تعمليها في ايديكي كده وبعدين تحطها على طبق وتروليها رول كده هتطلع معاكي زي الفل. انا حطيت كمان في الطبق الفويل ده وهغطيه بكيس تلاجة. عايزه تفرزيها بالشكل ده تحطيها كأنه وجبات، كل وجبه في الطبق ده وتحطيه بقى تغطيه ببلاستيك راب او بكيس تلاجة وتحطها في الفريزر زي ما انت عايزه. هنا بقى الرز اللي قلت لكم عليه يا بنات اللي كان باقي مني حطيته في كيس تلاجة، وهكتب عليه رز مطحون، وهيبقى عندي كده عشان ما تلخفنش طبعا، واحسبه دي في اي وقت. تمام. هنا بعد ما فات حوالي 3 4 ساعات والكفته في الفريزر، طلعتها متجمده بالشكل ده. شايفين؟ كده بقى تحطها على بعضها في كيس في علبة، مش هيهمك خالص لانها مجمدة، خلاص جمدت وخدت الشكل بتاعها. لكن ما ينفعش نحطها في علبة فوق بعضها كده، هتلاقيها اتضغطت وهتلاقيها اتبططت فوق بعضها. لازم تحطها ساعتين 3 في الفريزر، وبعد كده بقى هبدأ ان انا اجيب اكياس تلاجة، هتقسميها بقى على وجبتين على 3 زي ما انت حابة. انا بوزنها قدامكم، اللي هبدأ ان انا احطها في كيسين، يعني انا هعملها كده على وجبتين. تمام، كل وجبة هتبقى 900 وشوية جرام، يعني 900 حاجة و40 أو 942، فهو هيطلع معايا حوالي كيلو و850 جرام، يعني أقل من 2 كيلو، حوالي 100 جرام أو 100 جرام تقريبا. تمام، أو 150 جرام. فانتوا مش عارفة كبروا بقى وشوفوا الميزان. عمل معايا كمية حلوة قوي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حطيتيها كده عندك في الفريزر ايام العيد، عيد الاضحى المبارك، هتبقى عندك كده. طبعا الكفتة دي في الاعياد اساسية عندنا، حاجة كده قمر. هعملها معاكم ان شاء الله وهنسويها مع بعض كده وهوريكم جمالها، وقد ايه لا قلت ولا كشت وطالعه معايا زي الفل. ان شاء الله نعملها مع بعض. هشيلها بقى واحطها في الفريزر. هنا يا بنات الفول بعد ما برد تماما، بصوا حطيت ايديا على الحله كده لقيتها متلجه خلاص، يعني مش دافيه خالص. شايفين؟ ولا اسود، وانسي ان الفول يسود منك. يعني اي حد يقول لي انت بتعملي الفول ازاي، حبايب قلبي اللي جنبي وقريبين مني يقولوا لي الفول ازاي ما بيسودش منك او بيتغير لونه، بجد قمر. هنحطه بقى في العلب دي. عارفين يا بنات العلبة دي احنا بنشتريها فيها مغرفتين كده ب3، يعني ب10 15 جنيه. شوف انت عملت كمية قد ايه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك من كيلو واحد من الفول. وعاملاه كمان غسله الفول كويس، غسله العدس، غسله الرز اللي احنا حطيناه عليها، الميه مفلتره، يعني حاجه كده قمر.
حطيتهم في علب بالشكل ده. عايزه اقول لكم كمان يا بنات، لو انت عندك شويه فول مفصص اللي هو بتاع الفلافل، اغسلي شويه برضو كده وحطيهم. عايزه تحطي عايزه تستغني عن كل ده وتحطي معلقتين من الرز بس، هيبقى زي القمر. بس اهم حاجه الليمون ده اساسي في الفول. تمام. انا حطيت ليمونتين في البدايه، وليمونه في بعد ما الفول اخد كده وانا بزوده الميه، وليمونتين في الاخر خالص. عبيته بقى وهقفله كويس جدا وهحطه في الفريزر. لما تيجي تستخدميه بقى بتطلعيه من بالليل لحد الصبح كده على الرخام عندك من الفريزر، بتلاقيه فك، بتسخنيه بقى وبتحط عليه الفول والزيت وبتحط عليه الطحينه، وبيبقى معاكي احلى واجمل طبق فول. هنا يا بنات بقى الايه الخروب قعد معايا حوالي بقى فتره طويله في الفريزر. كان بقى نزل كل كده اللون بتاعه والجمال بتاعه ويعني خرط معايا كده، والميه بقت مركزه بالشكل ده. انا زودته طبعا شويه من الميه لانه كان تقيل جدا جدا، وبدات ان انا اصفيه بالشكل ده. عايزه بقى الباقي منه القطعه الصغيره اللي هي الخروب الاساسي ده، عايزه تحط عليه شويه ميه صغيرين وتسيبيه كمان 12 10 ساعات، هيخرط اللون اللي فيه وهينزل اللون اللي فيه. مش عايزه تعملي كده، اضربيه في الكبه زي ما انا هعمل. انا هحطه كده مع شويه من العصير، هحط اللي هي الحتت اللي هي الخروب مع شويه من العصير في الكبه، وهبدا ان انا اضربه بالشكل ده. بعد ما هضربه هبدأ ان انا اصفيه. شايفين اللون اللي نازل منه مركز جدا جدا، ولا حاطين عليه لون ولا صبغه ولا حاجه، وبتشربي حاجه كده انت ضمناها وعارفه انت عاملاه ازاي. تمام. عايزه اقول لكم يا بنات كمان الخروب ده لازم يتنقى. يعني انا نقيته على فكره، يعني انتوا تلاحظوا ان انا بحطه في الحله نقيته طلعت منه حاجات كده، يعني لازم يتنقى الخروب كمان. شايفين؟ حاجه كده جميله، مفيش احلى ولا اجمل من اي حاجه احنا بنعملها في البيت. انا حطيت بقى الشفشق ده على الشويه المركزين عشان كله يبقى مركز مع بعضه، وبعد كده اصفيهم بالشكل ده. حاجه كده تحفه. تلج بقى كده في الكوبايات، وابدأي بقى ايه صبي كده، بجد قمر قمر، حاجة كده منعشة تطر على قلبنا وقلب ولادنا كده في الجو الحر ده. وكمان كان بيفكري كده بشهر رمضان الكريم. اتمنى من كل قلبي الحلقة تكون عجبتكم، واكون ضيفة خفيفة على قلبكم، وما كنتش لكيت كتير واتكلمت كتير، وما كنتش زهقتوا مني. واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. إيه، ولو عجبكم الحلقة ما تنسيش في اللايك الحلو، ويمكن الاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.